جوزي حبيبي ابو عيالي خدني وخرجني، وما صدقت الصراحه بيني وبينكم انه خدني يفسحني في الحر اللي احنا فيه ده. قال لي تعالي يا بنتي يا ميسو يا مساميسو لما اكلك ايس كريم. انا ما بقتش مصدقه، اتصدمت. قلت لا، اليوم ده ما يعديش كده بالسهل. اذ يا اختي انت وهي قاعدين تجي لنا مكالمه اذ فجاه كده. مين طلعت الست مرات ابويا، مرات الاب خدها يا رب. قال انا جايه لكم اتغدى معاكم يا وكستي السودا يانا يا حستي يانا. لقيتها بقى جايه لي وجايبه لي كرنب من الارض اللي هي زرعاه، وتقول لي خدي يا بنتي جوزي يا حبيبتي انا زي امك. قلت لها امي ماتت بقى الله يرحمها يا حاجه، انت عمرك ما هتكوني زي امي، بس كتر خيرك اللي يجي من الصعايده فايده يلا. لقيتها داخله عليا بقى ما شاء الله تبارك الله بشوال مليان كرنب. خدي يا بنتي يا ميسو يا مساميسو اعملي ليكي ولاخواتك وللكل، خلينا ناكل ونشبع ونتهنى. قلت يا وكستيانة يا وكستيان، يعني انا همسك افرز الكرنب ده واسلق واعمل لعيال اخواتي؟ اتصلت بالبت اختي، يا بنتي يا ام عبد الله تعالي، قالت لي لا انا لا جايه يا اختي ولا راحه، انا الوليه دي ما بقبلهاش، انا بقالي 50 سنه ما شفتش وشها. يا بنتي ده هي جايه لي بقالها 10 سنين ما دخلتش بيتنا. قالت لي ماليش فيه، اقعدي مع نفسك. رحت ماسكه بقى الكرنب، بصوا زي ما انتم شايفين كده، سلقته ومسكته قطعته بالطريقه الجميله دي اسهل طريقه بجد تقطعوا بيها الكرنب، خطيره خطيره. وفي ثواني بتكونوا خلصتوا. انا ال10 كرنبات والله خلصتهم في اقل من نص ساعه يا جماعه. وكنت بقى مولعه على التسبيكه. انا بقى مع خلطه المحشي بحب اعمل حاجه حلوه قوي بتعلم التست بتاعه، بتخليه ايه، ياه بيرجعنا للمحشي بتاع ايام زمان. اه والله وحشني المحشي على الكانون يا جماعه وحياه ربنا، والمحشي ابو ليا بس يلا. بروح بقى وانا لما باجي اسبك الطماطم طبعا بحط فيها بصل وبقليه او بشوحه كده وبعمله. بس هنا بقى بعمل بصلايه لوحدها بره، بجيب بصلتين كده حلوين واروح جايه بقى ايه، ماسكاهم فرماهم في الكبه او اخرطهم ناعم، المهم تخرطيه صغير جدا، واروح جايه بقى حطاه وحط عليه ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وبهارات وماجي، وادعك فيه لما يبان له صحاب انزل كل ميته. عايزه اقول لكم العصاره بتاعته دي ما شاء الله تبارك الله بتدي طعم وتنقلك في حته تانية. المهم استنوا، انتوا لسه ما حطيتوش اللايك ولا ايه؟ ينفع الكلام ده؟ لايك بقى للفيديو كده ودعوة من القلب، ولو لسه أول مرة بتتفرجوا عليا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتتابعوني على الفيسبوك والتيك توك. ويلا بقى بينا نكمل ونشوف بقيت ايه أكلاتنا الجميلة. تمام، بصوا بقى هنجيب البصل ده يمين في شمال فوق في تحت، هنعصر فيه لما يبان له أهل، ولا بان له أهل ولا بان له حاجة. أنا اللي إيدي وجعتني في الآخر يا جماعة الحمد لله. ونروح بقى ماسكين الرز بتاعنا غاسلينه ومصفيينه. ماشي، في ناس ما بتغسلش الرز براحتهم، انا الرز ده عشان كان سايب مش رز اكياس، فانا بقى ايه بغسله. ورحت بقى حاطه شويه الزيت ده كده بيدي فلفله للرز، وبيخلي المحشي بتاعك الرز بتاعه يطلع حبايه حبايه. وكان بصراحه من كتر ما ضحك البصل وواقفه مهدود حيلي من الصبح ما كنتش قادره اخرط الخضره، رحت حطها في الكبه. والله يا جماعه اختراع. هنا بقى رحت مزوده البهارات بقى تاني، طبعا حطيت هرجع اقول لكم ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وشويه بهارات، ورحنا مقلبين وحبه ماجي، قلب قلب يمين في شمال فوق في تحت، اضربي فيهم لما يبان لهم صاحب. تمام، وما بحدش بان له صحاب غير انا اللي كنت عايزه يبان لي اي صاحب. والقطه بتاعتنا اتسبكت ما شاء الله تبارك الله. عايزه اقول لكم القطه دلوقتي بقت ب 12 جنيه، والله العظيم انا بقيت هعيط للوليه مرات ابويا دي. بقيت اقول لها يعني انت مش زارعه طماطم، انت زارعه لي كرنب بس. قالت لي يا بنت خدي وانت ساكته، المره الجايه ان شاء الرحمن ابقى ازرع لك لحمه. ده ان شاء الرحمن يا اختي بازرعي لنا. المهم قعدنا نقلب بقى ونحط الصلصه، احنا بنحط الصلصه حسب ما انتوا حابين، احنا بنحبه يكون محمر كده ومحلو ويبقى ايه ملون كده في نفسه. جبت حلتنا، بصوا بقى الكرنب اللي انا عملته، عايزه اقول لكم انا بفرزه يا جماعه كده. التقطيعات بقى اللي احنا كنا قطعناها وسويناها والعروق بنحطها في ارضيه الحله. هنا انا بشيل بقى العروق عشان همسكها اقطعها يا اما اسويها، انا بحب اقطعها كده خرط صغيره ونوزعها في ارضيه الحله علشان خاطر ما يتحرقش من تحت. ماشي، في ناس بتحب تحط بقى بصل وطماطم، والله حطوا. انا الطماطم بيني وبينكم ب 12 جنيه اروح حطها في الارضيه وفي الاخر محدش بياكلها غير انا؟ لا انا هحط لهم ورق الكرنب بياكلوه غصب عنهم، لما بيتفرفط رز في قلب الحله بيقوموا واكلين الارضيه دي. في ناس عندي بتحب المحروق اللي من تحت. هنا بقى بصوا الورق ما شاء الله تبارك الله بيتلف معاكي في ثواني اهو، شايفين؟ في ثواني بتخلصي المحشي صدقيني، مش هياخد معاكي وقت ولا تخريط وتقطيع ولا ان انت تقعدي تعملي التوزيعات دي كلها بتاعته. ماشي،
انا هنا بصوا اهو ما شاء الله تبارك الله. عايزه اقول لكم انا هنا بوريكم وانا مقطعاه. انا اوقات بروح ماسكه الورقه كامله والف منها واقطع والف واقطع منها على طول وانا بعمل. ماشي، هيجي هنا في الفيديو بعض اللقطات وانا بعمل. بصوا ما شاء الله تبارك الله. طبعا لازم اللي يجي عندي ياكل سبايسي، لازم اجيب البواسير لكل اللي يجي ياكل عندي بان انا بحط فلفل. بصوا بقى هنا ما شاء الله تبارك الله، المواعين كانت خلاص كركب، انما تقوم تغسلهم معايا ابدا. دخلت نامت وتقول لي انا جايه من السفر مهدود حيل ابويا. ماشي، ها هنقول ايه، مرات الاب بقى الله يسامحها. بس مع ان والله يا جماعه مش كل مراتات الاب، لا لا، هي الوليه دي غلبانه بصراحه، بتجيلنا كل فين وفين، بس بتيجي بقى جايه شايله ومحمله. بصوا بقى نبدا نشرب الورق الكرنب بتاعنا او محشي الكرنب بتاعنا. انا بحب احط له شويه طماطم من فوق. لكل انواع المحشي عندي بحب احط لها طماطم كده، شويه صلصه من فوق، ما عدا ورق العنب. وحطيت مكعب ماجي لان انا بصراحه بيني وبينكم ولا كان في فراخ ولا في لحم ولا في اي حاجه، الا ما حد شحتنا حاجه اليوم ده، وكنا عاملينه قرداحي. بصوا ما شاء الله تبارك الله، الورق طالع والمحشي طالع الصباع بصباعه خطير. تسلم ايدينا وحياة عينينا. دعوة بقى من القلب كده، الهي يبارك لكم وليكم مثلها، ولايكات كتير لايكات كتير، واستنوا فيديوهاتنا الجاية.